اللي حصل امبارح ده سيء جدا، وصفه حمزة المسلوسي بالكارثي. للاسف ما كانش موجود فيها امن. كان موجود ليه؟ ايه؟ جماهير قاعدين في المقصورة في الصف الأول. لا، في الممرات، في المقصوره الاماميه. جماهير اللي حاضره. وعلى السلالم، على السلالم. احاول احلل هم ليه طلعوا البيان بالشكل ده اللي هو بيدين الزمالك بشكل واضح. اكيد هم بالنسبه لهم من ضمن الحاجات دي اللعيبه واسرها في وسط التتويج، اللعيبه والشماريخ. انا عايز تعليقك لو تحب يا كابتن ابراهيم. شيكابالا وابنه وقت الكاس سيء. المسؤول عن تنظيم المباراه هو الاتحاد الافريقي، والمسؤول عن تنظيم الملعب من الاستاد من اول الدخول الخارجي خالص هو الاتحاد الافريقي، والشركه اللي تعاقد معاها الاتحاد الافريقي هي كانت الشركه الافريقيه. فمن البدايه هو الاتحاد الافريقي هو اللي متعاقد معاها ولا الزمالك اللي متعاقد مع الشركه؟ المسؤول عن التنظيم زي ما بقول لحضرتك كده الاتحاد الافريقي، واتعمل اكتر من اجتماع تنسيقي برئاسه الاتحاد الافريقي ومتابع كل حاجه. والماتش ماتش الزمالك، لكن المسؤول عن التنظيم حسب البروتوكول الاتحاد الافريقي. طيب هل كلمه التنظيم دي ليها عده يعني شق وشق اخر، ولا التنظيم في المجمل هو مسؤوليه الاتحاد الافريقي؟ التنظيم انت عارفني هنا انا دايما دقيق في الفاظ. عارف، عشان كده انا كمان بدقق. التنظيم في يوم الماتش من الساعه 12 الظهر. المسؤول عن استاد القاهره بمحيطه الخارجي من السور الخارجي هو الاتحاد الافريقي. بالمدرجات، بدخول السيارات، بكل حاجه الاتحاد الافريقي. فيما يخص المراسم التتويج ومين يشارك ومين ينزل واسر اللاعبين، البروتوكول بالكامل بتاع هذا اليوم مسؤوليه الاتحاد الافريقي. اما الاجتماع الفني بيكون فيه ايه اللي حضرتك حضرته يا كابتن ابراهيم؟ الاجتماع الفني المفروض التنسيق من اول عدد المسموح به بالدخول، من ساعه ما الاتحاد الافريقي عرف رسميا الساعه الرئيسيه للاستاد، قعد ونظم وحط تصوراته، وهو ده اللي بلغها لمسؤول الامن في نادي الزمالك. وكان في لجنه لتنظيم المباراه برئاسه الكابتن احمد سليمان، وعضويه كمان اعضاء مجلس اداره الاستاذ احمد خالد السعيد والاستاذ رامي مسوحي والكابتن ناير احمد. تمام. ومعاونين ليهم كتير. تمام. وخلاص، وخدنا التعليمات عشان ننفذها، وتم ابلاغها مسؤولي امن النادي اللي موجودين للتعاون. لكن كان المسؤول عن تنفيذها وبيتلقى التعليمات للتنفيذ مسؤول الشركه الافريقيه. المسؤول عن تنفيذها ايوه مسؤول الشركه الافريقيه اللي متعاقد معاها الزمالك لتنظيم المباراه. ايوه، بس هي تحت لواء الكاف. ايوه بالظبط كده. طيب دخول ايه التعليمات بقى؟ ايه التعليمات اللي خرج بيها الاجتماع ساعتها؟ التعليمات ان المسؤول عن تعليمات واضحه وصريحه. المسؤول عن التنظيم هو الاتحاد الافريقي، والتعليمات تصدر من الاتحاد الافريقي لدرجه من اول دخول السيارات، عدد السيارات المحدده للدخول للمقصوره الرئيسيه، عدد السيارات المسموح بها بالدخول للباركنج الرئيسي للاستاد. انا بقول لك من البدايه خالص. عشان كده كانت تكدس رهيب رهيب امام مدخل، يعني البوابات المسموح بها بدخول العربيات. عشان ايه كان في تكدس؟ التعليمات ان هم اللي بينفذ. الاول كان امن النادي مع الشركه الافريقيه في المباراه اللي بينظمها النادي واللي متعاقد فيها مع الشركه الافريقيه. تمام. بيقول لا احنا هندخل، يعني بيدي مساحات لدخول السيارات من اكتر من بوابه. لا، هو بقت بوابه واحده. فالبدايه عشان كده كنت هتلاقي تكدس رهيب في محيط مدينه نصر كلها، لان السيارات بقت تدخل من باب واحد فقط، وعربيه عربيه. عربيه. طيب ده بره. طب جوه ايه اللي حصل؟ تخش بقى اللعيبه والمسؤولين، الكابتن حسين، الدكتور اشرف صبحي، ايه اللي حصل؟ ما انا هكمل لك يا هاني. انا عارف، بس انا بسال في الحته دي. انت سبت كل حاجه ورحت لغايه لقطه المراسم. طبعا. انت عايز توصل للقطه المراسم من خلال عده نقاط. كمل. أيوة. انا معاك، اتفضل. ده من البدايه خالص. انا بقول لك من البدايه خالص. خلاص. تمام. ترجع بقى الدخول جوه بقى، انت خلاص سواء انت داخل بعربيه او داخل على رجلك. البوابات الداخليه في الاستاد اللي هي بتطلعك على مدرجات او على المقصوره الرئيسيه، كان المتحكم فيها مندوبين من الكاف مع الشركه الافريقيه. تمام.
في باركود كان بيقرا، فانت ما تعرفش تدخل، فبقى في تكدس كمان. انا بقول ده عشان جماهير الزمالك قد ايه تعبت من الساعه 2 الظهر الموعد الرسمي لدخول الاستاد. انت كنت بتقف طوابير من بره خالص في الشوارع من بره، وبعدين طوابير جوه على بوابات داخليه لغايه ما بتوصل لاخر بوابه ان انت بتدخل بتذكرتك ايا كانت التذكره. تمام. الدرجه اللي انت هتقعد بيها باركود، فبتقف طابور كمان. نوصل بقى للمقصوره وبروتوكول المقصوره. الزمالك كان ملتزم حسب الثلاث اجتماعات فنيه اللي حصلوا تمام بالساعه الرئيسيه للمقصوره. في البروتوكول مين اللي هيقعد في المقصوره الرئيسيه؟ كان المفروض حتى لدرجه اني منعوا سفير دوله المغرب في مصر من ان هو يقعد في المكان المخصص ليه حسب البروتوكول. مين هم اللي منعوا؟ طبعا مين هم اللي منعوا؟ الاتحاد الافريقي، مندوبين الاتحاد الافريقي. والسفير كان ليه مكان مخصص هم منعوا؟ أيوة. حسب المراسم ان السفير بيقعد في المقصوره الرئيسيه. اللي حل المشكله دي كابتن حسين لبيب، ودخل واتكلم معاهم ما ينفعش بروتوكول. منعوا رئيس اللجنه الاولمبيه المصريه انه يقعد، كابتن ياسر ادريس، انه يقعد في المقصوره الرئيسيه، لدرجه ان كابتن حسين لبيب ساب مكانه الرسمي ونزل تحت عشان يقعد في وسط الجماهير، عشان يسمح ان الناس الشخصيات الهامه تقعد في الاماكن المخصصه ليها حسب البروتوكول، ومتبلغ بالشخصيات مين. ده الكاف هو اللي منع، الكاف هو اللي منع كل ده يحصل. ايوه. وبقول لك كابتن حسين لبيب رئيس النادي ساب مكانه عشان يحافظ على الشكل العام، سواء ما كان مع سفير ايات وعلي محمد سفير المملكه المغربيه في القاهره حتى، او كابتن ياسر ادريس. وكابتن ياسر ادريس تفهم الموقف ونزل قعد ورجع تاني كابتن حسين مكانه. طب يعني الكاف ثانيه بس معاك انا، يعني الحاقا بالاجابات دي، الكاف اللي هو حاطط البروتوكول هو اللي ما طبقش البروتوكول؟ ومندوبينه هم المسيطرين على الوضع، وهم اللي بيدوا الاوامر للافريقيه، والافريقيه ما بتسمعش كلام غيرهم. والزمالك ملوش اي دور في القصه؟ انسى ان انت بتكلم اي حد بيسمع كلامك. طيب يوصل بقى يعني معلش، هو كان في اتفاقات على حاجات الكاف نفسه يوم الماتش ما عملهاش؟ انا بقولها لحضرتك. كل اللي اتكتب على الورق في الاجتماعات الفنيه وقت التنفيذ الاتحاد الافريقي لم يلتزم بيه. مكتوب على الورق مثبت؟ الاجتماعات الفنيه مثبت اكيد طبعا. طيب ايه تاني؟ يوصل بقى التتويج. الطبيعي ان من زمان في استاد القاهره، وانت هاني كنت بتروح استاد القاهره في المباريات الرسميه، وما زلت اكيد طبعا. في المباريات الكبيره، المباريات النهائيه، معروف البروتوكول ان هيتحرك رئيس الاتحاد الافريقي مع رئيس الزمالك مع وزير الشباب والرياضه مع رئيس البعثه بتاعه النادي الضيف. هينزلوا في ناس معروفه، هينزل مع رئيس الاتحاد المصري لكره القدم، هينزلوا من على الممرات، من على السلالم اللي هي بتنزل من المقصوره الرئيسيه، المقصوره الاماميه، لغايه ما تنزل الملعب. فالطبيعي ان كان المفروض الكراسي اللي على الاطراف اللي هي جنب السلالم تمام يكون قاعد عليها صف للامن عشان يفضل الممرات خاليه من النزول. للاسف ما كانش موجود فيها امن. كان موجود ايه؟ جماهير قاعدين في المقصوره في الصف الاول؟ لا، في الممرات، في المقصوره الاماميه جماهير اللي حاضره. وعلى السلالم، على السلالم نفسها كان برضو الجماهير موجوده، علما ان ديت حسب الاجتماع الفني وتشديد نهائي ان الممرات لازم تكون خاليه. فبالتالي المتسبب في ان يبقى الجمهور هنا في المكان ده هو مش الزمالك، والزمالك بيقول انه اللي متسبب هو الاتحاد الافريقي والشركه اللي بتامن اللي هي الافريقيه. بالظبط. ده كلام حضرتك؟ ده 100% حضرتك فهمتني صح. طب الناس اللي قدام الممرات دي كانوا مين؟ برضو جمهور عادي؟ جماهير. ما هو برضو حضرتك كمان الاكتر من كده. هل اتكلمتوا؟ طب انتوا سالتوا جم هنا ازاي او هم مين؟ لا، هم جماهير داخلين، لان حضرتك كمان هجيلك بقى الاهم. الزمالك التزم بالعدد المحدد من الدعوات اللي اتطبعت ليه. اللي هو كام في المية من الدعوات؟ لا، هو كان في كشف موجود خلاص. كل التذاكر، عشان برضو اللي اتقال على التذاكر كتير جدا جدا جدا. او الدعوات كلهم كانوا 6000 دعوه جميع الدرجات. خلاص. الزمالك التزم بكل حاجه اتقالت في الاجتماعات الفنيه. الاتحاد الافريقي خد
النسبه القانونيه ليه اللي هي تقريبا 2800 تذكره. ده مش 50% ده صح ولا 50%؟ 5%. كم؟ 5%. 5% من الدعوات؟ 5% من الساعه الرئيسيه للاستاد. تمام، مفهوم. خلاص. مفهوم. ولم يتنازل عن تذكره واحده سواء في الدرجه الاولى او الدرجه الثانيه، وهي معظمهم مقصوره اماميه ودرجه اولى ودرجه ثانيه. طيب انا فتوزعت دعوات. طيب. الزمالك التزم بدعوات وبعدد. عايز اقول لحضرتك حاجه. دعوات البي في اي بي اللي هي في المقصوره الرئيسيه، والفي اي بي للمقصوره الاماميه بتاعت نادي الزمالك. عارف نادي الزمالك عشان يفضل ملتزم عارف اتوزعت امتى؟ يوم المباراه الساعه 11 الظهر. ده ايه اضافتها اللي عاملاها ان هي تخلي الزمالك يبقى ملتزم؟ عشان خاطر افضل ملتزم، ان انا عارف بالظبط ان احنا عندنا المقصوره كلها الزمالك المقصوره الرئيسيه كلها الزمالك خد منها كام كرسي حسب الاجتماعات. خد منها 54 كرسي من اجمالي سعه المقصوره الرئيسيه اللي هي تقريبا 160. بكذلك المقصوره الاماميه. انا همشي مع التوجه ده واسالك ليه الكاف يبقى عايز يعمل كده؟ تفسيرك ايه؟ هو حسب اللوائح وحسب لائحه اتحاد افريقيا هو مش عاملها انهي مش عايز يعمل كده. ليه مش عايز يطبق البروتوكول اللي هو حاطه؟ قاصد يضايق الزمالك يعني؟ مش حكايه ان هم في الاخر يا هاني الاتحاد الافريقي لائحته بتقول ان المسؤول عن تنظيم المباراه النهائيه هو الاتحاد. فهو تعليمات، احنا نفذنا التعليمات حسب البروتوكول. حتى كان احنا ده اللي هو مين؟ احنا ده اللي هو الزمالك. طبعا. وكذلك النادي الضيف نفذناه ازاي بينما الشركه اللي متعاقد معاها الزمالك هي اللي نفذت، فهي اللي بتقول ان هي اللي اخطأت. هقول لحضرتك ليه بقى كده. هقول لحضرتك ليه. لو انت اي بند من البنود اللي اتقالت من ضمنها عدد التذاكر اللي تتوزع كدعاوي، لو الزمالك ما التزمش بيها 50,000 دولار غرامه على كل بند من اي بنود. فالزمالك كان ملتزم بكل التعليمات وحسب البروتوكول واللوائح المسؤول عن تنظيم المباراه النهائيه، مش في الماتش ده بس، اي مباراه نهائيه بتنظم تحت لواء الاتحاد الافريقي لكره القدم هو المسؤول. وكان الوفد اللي جاي بالمراسم بتاعه الاتحاد الافريقي وكانوا متعاقدين مع شركه اخرى كانت مسؤوله في وجود منظمين بخلاف الشركه الافريقيه. ده مين اللي كان متعاقد؟ الاتحاد الافريقي كان متعاقد مع منظمين غير الشركه الافريقيه. اخرى. ده تعاقد مع الاتحاد الافريقي عاملها في مصر وفي اي بلد ثاني زي ما بيستعين بيهم. واستعانوا بيهم لان انا مش عارف ايه، مش لازم اسمها بس. طب سؤال، اسر اللعيبه ضمن البروتوكول كان المفروض ينزلوا امتى؟ لا مفيش حاجه اسمها اسر اللعيبه هينزلوا امتى. امال في ايه؟ ده جرى العرف ان في الاحتفال بينزلوا اسر اللعيبه فهيطلعوا من الممرات. بس دي ما فيهاش، دي مش بالعرف، دي برضو ضمن البروتوكول. تمام. ده في الاخر خالص وقت تنظيم المراسم. وقت تنظيم المراسم لو السلالم والممرات كانت خاليه، يعني من ضمن الاشتراطات اللي اتحطت ان الممرات تكون خاليه للحمايه المدنيه للجماهير لتامين الجماهير. انت نفسها الاتحاد الافريقي ما التزمتش بيها. انا مش عايز العرف، انا عايز اللي اتفق عليه. هل اتفق على في وقت معين لنزول الاسر؟ اصل دي اتقالت. انا لما سالت الاهلي قالوا لي ان اتقال لنا في الاجتماع امتى هينفع الاسر ينزلوا او هيقعدوا فين اساس. قالوا لي كده، قالوا لي متحدده لهم لعيبه الاسر ولاعيبتهم، يعني اسر اللعيبه هينفع ينزلوا امتى وهيقعدوا فين، ولما المراسم تخلص من حقهم ينزلوا عشان يحتفلوا مع ازواجهم من اللاعبين. فده ما اتقالكمش يا كابتن هاني؟ يا كابتن هاني من المعروف ان امتى هتبتدي المراسم ومين اللي هينزل في المراسم وهينزلوا منين وازاي هينزلوا للملعب. تخيل لما حضرتك رئيس الاتحاد الافريقي نفسه ما بقاش عارف يخش. فكله نزل بقى. كله نزل. فالزمالك كيف يرى الزمالك، عشان قبل ما انا مش عايز اطول عليك وعشان برضو ضيفنا، كيف يرى الزمالك بيان الاتحاد الافريقي النهارده؟ لا الزمالك هيرد على بيان الاتحاد الافريقي رسمي وما اقدرش اقول لك ردود الزمالك جاهزه ازاي بكل الوقائع بكل الالتزامات اللي التزم بها نادي الزمالك. وبصراحه يعني نادي الزمالك مستغرب من البيان اللي صدر من الاتحاد الافريقي على الرغم من كل التعاون اللي عمله نادي الزمالك لانجاح المباراه النهائيه للحفاظ على اسم نادي الزمالك رقم 1 واسم مار، وان الاستاد يكون موجود بالشكل اللي كان يفرح
بكل الجماهير دي وما تصدرش غلطه من الجمهور. لكن لما يكون المسؤول عن التنظيم هو اللي الاتحاد الافريقي وهو اللي تسبب في كل الاخطاء دي، هيكون برضو اكيد نادي الزمالك هيوضح للجماهير لازم وهيرد على بيانات الاتحاد الافريقي في الوقت المناسب بالطريقه اللي مجلس الاداره هيحددها. هل يستشعر الزمالك ان كان في تربص من الاتحاد الافريقي بالزمالك من ساعه الاجتماع الفني اللي انسحب فيه وفد الزمالك؟ ما اقدرش اقول لك، لا طبعا ما اقدرش اقول لك ان الزمالك كان حاسس بتربص وما خدش موقفه لو كان في تربص، لكن في مفاجآت بتتم على ارض الملعب على اساسها انت بتتعامل. انا بقول لحضرتك يا كابتن هاني ان الكابتن حسين لبيب في وقت التعنت مع سفير المغرب انه ما يقعدش في المقصوره الرئيسيه، خلاص، فساب مكانه للسفير ورجع ساب مكانه تاني لرئيس اللجنه الاولمبيه المصريه. تمام. انا بس يا كابتن ابراهيم، انا دلوقتي هحط نفسي مكان الكاف، يعني هحس او هحاول احلل هم ليه طلعوا البيان بالشكل ده اللي هو بيدين الزمالك بشكل واضح. اكيد هم بالنسبه لهم من ضمن الحاجات دي اللعيبه واسرها في وسط التتويج، اللعيبه والشماريخ. انا عايز تعليقك لو تحب يا كابتن ابراهيم. شيكابالا وابنه وقت الكاس وبينما متسبي واقف، سيف الجزيري، لا يعني دي مش قصه، يعني حاجات كده هم اللي دي ممكن بالنسبه لهم. كابتن احمد سليمان لما مسك الكاس قبل ما يروح الكاس على المنصه، دي لقطه كانت البنت بتاعه البروتوكول قاعده بتسجلها وهي واقفه لما خدت منه الكاس. ده اللي ممكن يبقى الكاف الله اعلم هيحطوا ايه تاني، بس ده اللي ممكن يبقوا شايفين ان الزمالك اخطا فيه. فمش شايفين ان الزمالك اخطا فيه؟ انا بس بسال دلوقتي الكابتن ابراهيم. اي تصرف فردي خلاص، مثلا لو الكابتن احمد سليمان خد الكاس، انا مش هقدر اقول لك ان الكابتن احمد سليمان غلط او يعني هي الغلطه ما حصلت قبل كده، بس هل في الاخر هنسى كل الاخطاء دي وهرجع وانت المسؤول عن التنظيم وانت اللي حاطط مراسم البروتوكول بالدقيقه والثانيه بما فيهم المذيع الداخلي في الاستاد دي قعدت ربع ساعه تقول بليز حضرتك اللي كان لو سمحتوا متعاقد معاها الاتحاد الافريقي. دي جزء من لجان الاتحاد الافريقي. تمام. طيب تمام. فالاولى ان الاتحاد الافريقي كان طبق التعليمات اللي هو حاططها. مفهوم. تمام. وكان الشركات اللي هو متعاقد معاها كان الزمها بالتطبيق. تمام. انا بشكرك جدا يا كابتن ابراهيم، وننتظر الرد الرسمي من الزمالك. لكن هو بشكل عام طبعا المشهد اللي حصل امبارح ده سيء جدا، وصفه حمزه المثلوثي بالكارثي. السلام عليكم يا اخوان، ما تنساش ديروا واحد لايك واشترك في القناه باش يوصلك دائما جديد. الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف يدين وبشدة الحفل الختامي لتسليم كأس الكاف. والاتحاد الافريقي لاحظ عدة خروقات أثناء حفل اختتام كأس الكونفدرالية، وبهذا فتح تحقيق مستعجل في هذه القضية.